يعني ايه متشدد؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم بجد والله العظيم انا عارف ان السؤال ده فعلا سؤال يعني ساذج، بس السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشدد؟ المفترض ان طبعا هنقول لا، طبعا صح. طيب الناس عامة بتقول على ايه تشدد؟ يعني انا اقول لكم ممكن حد مثلا يقول لك لا بس انت يعني ده ملتحي ومشددها قوي. ممتاز، يبقى احنا كده عندنا ان احد مظاهر التشدد اللحية، صح؟ طيب ممتاز. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي؟ ايوه ممتاز. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشدد او عنده احد مظاهر التشدد؟ لا. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان هو مش حابب ده. يعني الموضوع ان فلان الفلاني، تمام، الشخص ده او الرجل ده، المرأة دي مش حابب الموضوع ده، وبناء عليه يدي له ختم ان هو متشدد. تمام، يدي ختم للحاجة دي ان ده يعتبر تشدد، وبناء عليه احنا مش ضد الدين، احنا ضد التشدد. لا، انت كده بتخدع نفسك، بتنكر بنفسك، بس مش هتنكر على ربنا سبحانه وتعالى. مش هتنكر على ربنا سبحانه وتعالى، مش هتعرف تضحك على ربنا. اخدع نفسك ماشي، بس انت اللي هتخسر، انت بتظلم نفسك. السؤال، هل لو واحد بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبقى متشدد؟ لا. هل لو واحدة لبست حجاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى متشددة؟ لا. هل لو واحد التزم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم يكون متشدد؟ لا. هل لو واحد التزم بكل الضوابط الشرعية في التجارة من حلال وحرام وتحريم للربا واجتنابه يبقى كده متشدد؟ لا. هل لو واحد ربى ولاده في المجتمع اللي احنا فيه ده بما يرضي الله وعلمهم الدين من وهم صغار يبقى متشدد؟ لا. هل لو واحد عود بنته على الحجاب من وهي صغيرة في السن عشان خاطر تتربى على كده وتكبر على كده ويبقى بعد كده بيسهل لها ان هي تختار الطريق الصح وما يكونش بينها وبينه حاجز نفسي عشان ما تكبرش وبعد كده تبقى متضايقه ومش طايقه نفسها وعماله تقول لك اقنعني والكلام ده؟ لا، هو سهل لها الموضوع ده ورباها على كده. هل لو عمل كده يبقى متشدد؟ لا. هل لو عودهم على الصيام من وهم صغيرين يبقى عودهم، مش ألزمهم بيه، لا، عودهم بس، فهمهم، رغبهم، يبقى متشدد؟ لا. هل لو اختار لأسماء أولاده أسماء الناس الصالحين أو العلماء أو الصحابة يبقى متشدد؟ لا. هل لو لبست حجاب شرعي تبقى متشددة؟ لا. هل لو التزم بالضوابط الشرعية في الكلام بين الرجال والنساء يبقى متشدد؟ لا. لا، بكل بساطة ديننا هو الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الوسط، أمتنا هي الوسط. الطريقة الصحيحة إن أنت تكون إنسان وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أعلى الأمم، أفضل الأمم. فإن أنت تلتزم بضوابط دينك ده ما اسموش تشدد، بل بالعكس. التشدد إن أنت تشوف الدين بيقول إيه وتقوم مزود. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ألزم المرأة بحجاب شرعي لا يشف، لا يصف، لا يكون زينة في ذاته، لا يكون ملابس شهرة، لا يشبه نساء الكافرات، لا يكون معطر ومبخر. ده الوصف اللي المفترض ان هي تلتزم بيه. ممتاز، خلاص احنا فاهمين ده. لو جاء واحد مثلا قال لزوجته لا، اللبس ده غير كافي لان انت لما بتنزلي الشارع بتباني، الهوا ممكن يخبط فيكي، تمام، وانا هحرم عليك الشارع مطلقا ومش هتخرجي مهما حصل، تمام، والامر بان حتى في الواجبات حتى لو ايا كان عشان خاطر انا رجل غيور والغيرة دي لازم تحترم. الكلام ده تشدد؟ ليه؟ لان اللي شرع الدين قال ان هي تلبس كده ولو عايزة تنزل كده. يعني اللي شرع هذه الشريعة الله جل في علاه راضية بالشروط دي، فلو علت عليها انت كده متشدد. انما ما يجيش حد يجي يقول لي ان اقل من الشروط الشرعية وسطية. لا، الشروط الشرعية هي الوسطية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسطية يا جماعة. الترمومتر اللي بيجي عند 37، لو واحد حط ترمومتر في بقه ووصل ان العلامة وصلت عند 37 بنعرف ان الرجل ده
درجة حرارته طبيعية. أقل من كده مش طبيعي، أكتر من كده لا أنت سخن، أنت عندك مشكلة. 37 بتاعت الوسطية، 37 دي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي حواليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافوا أقروا ورضي بيه. ده 37 ده الطبيعي. أكتر من كده غلط وأقل من كده غلط. فاوعى تكون فاكر عشان خاطر جموع المسلمين في زمن من الأزمان بيتنازلوا عن حاجة معينة يبقى ده ما تعرف عليه المسلمين. لا 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 إطلاقا. الحاجة اللي الدين اعتبرها وأمر بيها هو ده اللي احنا لازم نلتزم بيه. ولو تحول العرف لمخالفة شرعية ساعتها ما ينفعش واحد يجي يقول لك لا ما احنا العرف من الدين. لا، العرف من الدين لو لا يصادم الدين، إنما لو يصادم الدين شكرا يا عرف مش عايزينك، شكرا. فلازم تفهم دي. عايز تكون فعلا إنسان وسطي، امتثل لأوامر الله عز وجل كلها، امتثل لأوامر الدين بالكامل، ولو غلطت توب. هي دي الوسطية. زودت عن كده تبقى فعلا متشدد، قللت تبقى متسيب ومستهتر كمان.